السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. إن شاء الله النهاردة حبايب قلبي الوصفة النهاردة بص عايزة أقول لك عبقرية، بمعنى عبقرية كده يعني هنقول اللهم بارك، ربنا يبارك يا رب في اللي عامل لنا الوصفة الجميلة دي. بس ما تنسيش بقى تشتركي في القناة، تعمل لايك للفيديو، دعوة حلوة من قلبي. بصوا بقى كده حبايب قلبي، أول حاجة أنا جبت هنا 2 كيلو من البلح زي ما انتوا شايفين، بحط عليهم شويه كده من الميه، طبعا لحد ما تكملي المساحه بتاعه الميه بتاعته. خدته بقى، عايزه اقول لك غسلته كويس جدا ونضفته، ويعني انا يعني حطيت شويه ميه قدامكم كده عشان اوريكم اللي انا بغسله. بس طبعا خدته تحت الحوض وغسلته ونضفته زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده انا عندي هنا حوالي كوبايه من الخل، هبتدي اللي انا احط عليه كده. عايزه اقول لك يعني حطي كوبايه يعني، او عايزه كل واحده تبقى متغلفه بالخل بتاعك، وتفضلي تنطري فيه كده بحيث ان تبقى كل واحده مليانه الخل. ما تقلقيش يا جماعه، الناس اللي بتقول لي كان احنا حاطين خل كتير، يعني حاطين كوبايه من الخل، اللي بص عايزه اقول لك ولا يشغلك ولا بيأثر في الطعم ولا في اللون ولا في اي حاجه. تعالوا بقى، هنا عندي هنا اكياس دي اللي هي بتاخد كيلو من اللبن. عايزه اقول لك ما بستغناش عنها ابدا، هاخد منها يعني كيستين وهسيب الباقي عينه بقى في قلب الفريزر. ماشي، طبعا غسلته كده، انا ما غسلتهوش، انا سبته بالخل زي ما هو كده. وبعد كده هتبتدي تجيبي الكوبايه وتصفي منه كويس جدا كل الخل اللي موجود فيه. في واحده نزلت في قلب الكوبايه هنطلعها، مفيش اي مشكله. شويه بقيه الخل دومت احنا نرميهم، مش هنعمل منه حاجه. عايزه اقولك بقى ده انا جايباه كيلو منه ب25 جنيه، لا ب20 يا رب، ال2 كيلو ب40 جنيه. يا خراش على الجمال، الوصفة دي جميلة قوي 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 من هنا لبعد بكرة. بعد كده جبته بالخل بتاعه بكل حاجة، حطيته كده في قلب الكيسة زي ما انت شايفة كده. هتحطي بقى الكمية بتاعتك. بصوا بقى يا جماعة نعمل ايه. انا كنت عاملاه الظهر الساعة 1 الظهر، تاني يوم الساعة 1 اللهم صل على النبي، الساعة 1 الظهر فتحت عليه. بس طبعا لازم تعملي هتجيبي الكيستين مع بعض كده، مش هتحطهم كده لوحدهم وخلاص، لا طبعا. انا هجيب، اللهم صل على النبي، هجيب، شفت الكياس ان هي بتاعة العيش او اي كيس عندك يبقى كبير، احط الكيستين دمت في قلبه. عايزة اقولك بقى يا جماعة، ما شاء الله اللهم بارك، جبت الكيسة اللي انا هعمل فيها دي. الكيسة دي بتبقى متوفرة عندي، بس طبعا قبل ما تحطيه في قلب الكيسة هتحطي في كيسة كمان، يعني كيس جوه كيس، وهتقفلي عليه كويس جدا عشان ما تطلعي الهوا منه. بس عايزه اقول لكم سكر، كلمه سكر كده شويه عليه، بجد جميل قوي 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 قوي. هتحطيه في قلب الكيسه، هجيب كمان كيسه برضو واحطه في قلبه. زي ما انا قلت لك، من الساعه 1 الظهر لحد تاني يوم الساعه 1 الظهر احنا هنفتح عليه ونشوف الدنيا عامله معاه ايه. دي جبت كمان كيسه وقفلت الاتنين مع بعض. بص انا عايزه، شفت كده لما تيجي تكمري اللي شفت الفسيخ كده، لما تفضلي تحط في كيسه في كيسه في كيسه في كيسه بمليون الف لشليون كيسه، متعرفيش في ايه. بس دي طبعا مش كيس كتيره ولا حاجه. سبته بقى يا جماعه من الساعه 1 الظهر لحد تاني يوم الظهر. تعالوا بقى نشوف يا ترى هيعمل معانا ايه بقى. بص عايزه اقولك الصدمت هعمل ايه، عايزه اشوف، انا نفسي متشوقه. سمي بسم الله. لو وصلت لحد هنا متنسيش دعوه حلوه منك في الكومنتات. انا كل ما اقول لكم اعملوا دعوه حلوه منكم، مفيش حد بيقول لي كده الله يبارك لك ولا اي حاجه. انا والله يا جماعه، انا من شفتم شايفين الجمال، بسم الله ما شاء الله. احلى شويه بلح هتاكليه زي السكر، ما شاء الله جميل. تعالي بقى كده نشوف الحلاوة، نسمي بسم الله. بجد تحفة يا جماعة، تحفة قوي قوي، ده انت تتصدمي من الجمال بتاعه، ما شاء الله اللهم بارك. اهي بصوا، طبعا في واحدة هي انا خضرة، دي مش مشكلة، انت ممكن يعني من بعد الساعة 1 الظهر تحطيه بقى في التلاجة وتاخدوا منه على القد. كل ما تسيبيه في التلاجة، كل ما تسيبيه في التلاجة، كل ما يبقى مرطب معاكي ويبقى جميل قوي. تيجي تحت تاكلي الواحدة بجد حلوة قوي يا جماعة. شوفوا ما شاء الله، تاكلي الواحدة نسمي بسم الله، ملبن 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 عسل سكر تحفة. كلمة تحفة كده شوية عليه، ان شاء الله اللهم بارك. بالله عليكي بقى لو انت جربتي الوصفة دي، استاهل منك اشتراك في القناة، واستاهل منك دعوة حلوة من قلبي.
بجد اللي هيدعي لي من قلبه هقول له ولكن بالمثل، لاني بحب قوي 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 الدعوه. قول يا ستي الله يبارك لك، يعني كفايه كلمه الله يبارك لك دي عندي بالدنيا بحل. جميل جدا، وربنا يعلم ان انا بجتهد جدا عشان اجيب لكم الوصفه تبقى كويسه. انا عايزه اقول لكم في وصفات اصلا بترميها في الزباله، فالواحد يستحرمها ان هو ينزلها، لان الناس يعني مش حابه ان الناس تعمل وصفات وهي مش تمام. بص جميله جدا اهي. تابعي الوصفه بتاعتي وان شاء الله باذن الله تعجبكم. وعايزه اقول لكم بقى الفيديوهات الجايه عامله شويه فيديو حلو قوي. السلام عليكم ورحمه الله.